جاية مستعجلة من شغلِك، تعالي أقول لِك تعملي أحلى وجبة للولاد وتبقى سهلة وسريعة جدًا، زي حالاتي كده كنت جاية محتاسة طب أعمل إيه، عملت فطاير الطاسة، لذيذة وجميلة ومغذية جدًا، بُصّي سخنة ملهلبة أنا ما كنتش قادرة أقسمها، مش قادرة، ما هي يا دوبك لسه في الطاسة كانت بتتضبط وبتتقلي زي ما أنتِ شايفة كده، أحلى حاجة فيها إن هي مغذية ويا دوبك سفاية زيت بسيطة كده بتستوي وبتبقى حاجة عظمة. أولًا كده هنجيب حوالي نُص كيلو من البطاطس هنقطّعه مكعبات وهنسلقه، ونمسكه نهرسه كده بالهراسة، تعالي بقى نضيف لها شوية مكونات عشان تبقى مغذية، هنحط لها آدي كده بيضتين ونرُبّهم، هو طبق واحد اللي هنعمل فيه العجنة بتاعتنا دي، بجد لذيذة وجميلة وأحلى حاجة فيها إن هي سهلة. حطينا بيض، نقوم حاطين بقى رشة ملح، رشة فلفل أسود، هنحط هنا أهوّة شعرة من الكبة الصيني، وواحدة من ورقة البيكنج باودر، عشان الفطاير بتاعتنا تبقى هشة كده وتقِب كده وتبقى خطيرة. هنحط هنا معلقتين زيت، ابتدي بقى قلّبي الكلام الجميل ده كده مع بعضه، بجد، بجد عظمة، جميلة ولذيذة وسهلة وبسيطة جدًا، وما خدتش أي وقت. تعالي بقى هنا نحط كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق تعالي بقى نعجنهم، هنعجن كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه، هتبقى أكنِّك عاملاها هتبقى عجينة عادية زي اللي إحنا بنعملها، بتبقى لذيذة ومغذية جدًا. بُصّي خلاص الطبق بتاعنا اتلَم، هنحط شعرة دقيق كمان عشان لقيتها بتلزق في إيدي، كده تمام وزي الفل. هنبتدي بقى نكوّرها كده كُرات على قد الفطيرة اللي إحنا هنعملها، وبعدين نجهّز الحشوة بقى اللي إحنا هنحشيها، سهلة أوي، أوي، أوي فوق ما أنتِ تتخيّلي. بُصّي بقى ادهني إيدِك زيت وابتدي كوّريها كده كُرات زي ما أنتِ شايفة كده. جميلة. تعالي بقى قرن فلفل أحمر، قرن فلفل أصفر، حبة جبنة رومي مبشورة أو جبنة تركي، حطي جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، عندي معلقتين لحمة كده في التلاجة متعصجين جبت منهم معلقتين، ابتدي بقى قلّبي الكلام الجميل ده، ولو في زيتون أسود أو أخضر كان هيبقى عظمة كمان. ابتدي بقى نمسك كورة، كورة ونحشيها، الجبن دي كده بتسيح جوّه الفطيرة وبتبقى خطيرة جدًا، نبتدي بقى هنا نمسك كورة، كورة نفردها كده زي الفطيرة اللي إحنا بنعملها على طول، هنبتدي نبططها ناخدها على إيدينا ونبتدي نحشيها، لقيتها مش محتاجة لإنها طرية جدًا فمش محتاجة إن أنا أفردها على الرخامة، لقيت نفسي أقدر أفردها وأبططها كمان على إيدي، بُصي كده بُطّيها كده في راحة إيدِك كده على كف إيدِك طبعًا الطاسة بتاعتنا بتبقى سخنة، هي يا دوبك الطاسة يعني بنعدّي عليها كده بالفرشة، بس كده، هي بنحط لها فرشة زيت مرّة أو مرّتين، تيجي تكبسي الحشو بتاعِك كده بتبقى جميلة جدًا، 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 خطيرة. ممكن تعمليها جنب سلطات بتاع، بتبقى حلوة أوي وبيبقى اليوم عدّى، وكل يوم بيبقى عايز أكل جديد. والولاد دلوقتي بيبقوا عايزينه طازة بطازة، فدي سهلة ولذيذة وجميلة خالص، ممكن تعمليها عشا بتبقى برضه تمشي وتقضّي الغرض وبتبقى خطيرة. ابتدي بطّطيها، البطاطس مغذية ولذيذة وأرخص من الدقيق بصراحة، يعني البطاطس أرخص من الدقيق، البطاطس كيلو ونُص ب10 والكيلو بقى ب5، في بعض الأحيان السليق دي الكيلو ب5. حبيبة قلبي ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني، يا جماعة 90% من اللي عندي بيتفرّجوا ما اشتركوش في القناة، يا ريت تشرّفونا وتشتركوا في القناة، بجد، بجد هتستفيدي بوصفات موفّرة كتير، كتير. بُصّي بقت جميلة إزاي، يا دوبك هدّي النار اعمليها على وسط وسيبيها بقى هي كده بتتختخ كده وتنفش وبتبقى جميلة جدًا، جدًا، ريحتها بتبقى حلوة وبُصّي الطاسة ما فيهاش زيت إزاي، يا دوبك فرشة زيت بسيطة جدًا بتاخد اللون بتاعها وبتستوي، لإن النار بتاعتها بتبقى وسط، بتبقى جميلة ولذيذة خالص. اعملي بقى جنبها شوية تومية كده
أو شوية سلطة خضرا، بيبقى اليوم بتاعِك عدّى وكل يوم محتاج أكل ومحتاج وصفة جديدة، دي وصفة لذيذة وسهلة وممكن تعمليها أي حشوة تانية أنتِ تقدري عليها أو تكون موجودة عندِك في البيت، بس المهم تعملي العجنة بتاعتِك تبقى جميلة ولذيذة زي ما أنا وريتها لِك، بجد حبيبة قلبي باحبِك في الله، ما تنسيش like وshare وsubscribe لمطبخ إيمي البسيوني، حبيبة قلبي بجد وصفة جميلة جدًا جرّبيها، ويا ريت لو أنتِ ليكِ أي وصفة عايزاها اكتبي لي في التعليقات وأنا على طول هانفذها لِك.